هاي، تعالوا حوريكم حاجة رهيبة. تعالوا خلينا اوريكم عربيتي الجديدة. ياي بأمانة ما بس عايزة اوريكم عربيتي الجديدة، ما حاجة اقول لكم ما دايرة اوريكم عربيتي وما دايرة to show my car. I wanna show my car. I worked hard for it. أنا اشتغلت شديد علشان أكون في المكان اللي أنا فيه. عايزة أوريكم عربيتي الجديدة وعايزة أحتفل بها معاكم، لكن الأهم من كده عايزة أدي أي زول حيشوف الفيلم ده أمل وما وهم، أمل حقيقي. بتذكر زمان لما كنت صغيرة، ما زمان شديد على فكرة، أنا لسه صغيرة. المهم الحتة دي بعدين حنمنتجها. بتذكر زمان كنت أنا وبنت خالتي بنجيب في السطوح بتاع بيت جدي الله يرحمه، بنقول له أبوي كمال الله يرحمه ويعفو عنه ويغفر له ويرحم كل موتانا. بنجيب في السطوح وبنقعد بنشوف العربات الماشية في شارع محمد نجيب العربات الحلوة وبنقعد نتشاكل دربتك دربتك دربتك. وبأمانة والله العظيم ما كنت متخيلة إن أنا ممكن في يوم من الأيام أسوق عربية زي دي. بس في حاجتين لازم يكونوا متوفرين عشان القصة دي تحصل. نمرة 1 تصدق، نمرة 2 تستحق. والاستحقاق بشنو؟ بالسعي والاجتهاد والنوايا الطيبة. أجمل هدية هي الهدية اللي أنت بتديها لروحك. ليه؟ لأنك معناها بتقول لروحك أنا عارف قيمتك وعارف أنت بتستحق شنو. الإنسان لما يعرف قيمة نفسه ده يا دوب كده بدأ يحقق وينجز ويمشي لقدام. وبالمناسبة أنا شخصيا شايفة إنه كل الأهداف مفروض تقربنا من نفسنا أكتر وتعلمنا حب الذات. حب الذات حاجة جميلة شديد وبسمح لك إنك تحب من حولك. ولو ما بديت العطاء بنفسك ولنفسك عمرك ما حتكون معطاء، وحتى لو اديت حتكون دايما حاسس بإنك أنت ضحية. عشان تدي وانت مستمتع بالعطاء ابتدي بنفسك واديها. شكرا انكم حضرتوا معايا الفيديو الجميل ده، وشكرا انكم فرحتوا معايا بعربيتي. ميك شور لما تشوف حاجه تعجبك اشبك في طاقتها وافرح بها علشان تكون في نفس التيار الايجابي وتجيك من الخيرات والنعيم. سمعت فيديو قبل كم يوم سبحان الله للشيخ الشعراوي بيتكلم فيه عن النقطه دي تحديدا، انه النعم بتحب صاحبها. فلما انت تشوف نعمه عند زول كون مبسوط عشانه، لأنه النعمة دي حتجيك. يلا يا إخوان، أسيبكم في أمان الله، بلاقيكم في فيديو تاني بدي روحي فيه وبرضه هدية، أو يمكن المرة الجاية الهدية تجيني من حتة تانية. I don't know. Bye.